رجع له النظر ديالو بواحد المعجزة إلهية، ولكن أول حاجة شافها الإخوان هي شاف على أن الزوجة ديالو كتخون مع أقرب الناس إليه. يعني شوف معايا كيفاش، يعني أول مرة غادي يرجع له الشوف ديالو شنو كيشوف. كيشوف على أن الزوجة ديالو كتخون مع أقرب الناس إليه. وفي النهار اللي غيمشيو يديروا فيه الفحص الطبي، يعني جات عنده مرتو وهذا خوه معاها عندها علاقة مع خوه. شوفوا كيفاش داير الديكور. المهم قالت له راه نمشيو، راه الطبيبه كتسنانا، ما كتسنانا، عندنا رانديفو. المهم قالت له يلاه نوض نمشيو نشوفوا الطبيبه شنو غتقول لنا على النتيجه ديال الفحوصات ديالك. المهم هو غيمشي معاها دابا، مريضنا ما عنده باس، داير بحال باقي ما كيشوفش، داير راسو باقي عمى. مشى عند الطبيبه، دخلوا عند الطبيبه، مرتو دخلت عند الطبيبه هي الاولى، شدات واحد الفلوس عطاتهم ليها، قالت لها شوفي عافاك الله يسترك، ديري ليا يعني ما تقوليش لراجلي باللي راه ولا كيشوف وباللي راه عنده امل باللي غيبقى يشوف. قالت لها ما يمكنش ندير هذا الشيء هذا، وما يمكنش نكذب في التقرير الطبي وهذه وهذه. المهم قالت لها شوفي بغيتي نزيدك الفلوس غنزيدك، وزادت عاوتاني الفلوس، جبدات عاوتاني واحد الكموسه اخرى وزادتها. قالت لها لو وقفتي معايا راه ما غنساكش وهذه، وزادت عطاتها واحد الكموسه اخرى ديال الفلوس باللي خصها باش تدخل هي وراجلها تقول لي باللي انت راه مفقود فيك الامل وما غاديش تبقى تعاود تشوف، حيت وقعت له واحد الحادث وفقد البصر ديالو. المهم اختنا صافي اتفقات مع الطبيبه على هذا الشيء، والطبيبه راه دارت ليها خاطرها وصافي باش تكتب داك الريبورت ديال داك المريض باللي صافي راه. المهم ها هي غتدخل هي وياه دابا، وغادي تمشي غادي دابا تجي باش تدخل هي وياه. ها هو جاي دابا عندها وبدات كتقلب له في العينين ديالو، كاين هو بوحديتو. قالت له ما يمكنش، كيفاش انت بديتي كتشوف وليتي كتشوف؟ راه وقال لي راني وليت كنشوف وهادي راه ما عرفتش كيفاش جا، يعني نضر رجع ليا بوحديتو هاد الصباح هذا وكذا وهادي. المهم قال له راه مرتك راه جات وقالت لي وما قالت لي. الطبيبه قالت كلشي لهذا، قال لي راني عارف وشفت كلشي باللي راه كتخونني مع الاخ ديالي وكذا وهادي وممرضه صافي. الطبيبه راه حبس. قالت لي كيفاش كتخونك، كيفاش ما فهمتش. يلا راه مرتي كتخونني، الا طليتي دابا من الشرجم مشيتي طليتي من الشرجم راه غتلقايه هي وياه. يعني وهاد الطبيبه غادي تنوض وغتشوف كلشي. المهم هو خارج الاخوان، خارج من عند الطبيبه، الطبيبه صافي شرح ليها وفهم كلشي. المهم خونا قالت لهم صافي راه الزوج ديالك راه البصر ديالو راه مبقاش يعاود يشوف به، راه مفقود فيه الامال وهذه. المهم هو شنو قال لها؟ قال لها صافي حيت انا ما بقيتش قادر على الخدمه وهذه، غنكتب لك الاملاك ديالي ونكتب لك كلشي ونكتب لك كاع داكشي اللي بغيتي باش انت ما تضيعيش وكذا. المهم دار بحال عنقاتو داك دموع التماسيح، ومشات القضيه على هذا المنوال. الاخوان شوفوا معايا كيفاش هاد الشيطان هادي غينتقم من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو راه داك الشيء راه غيرجع الطبيبه بكثره ما شافت النفاق بزاف صافي لا خرج عاوتاني عطاها الفلوس فهمت حتى شي لعبه يعني. جا اليوم ديال المحامي فاش غادي يسني ليها على الاوراق ويسني ليها على التنازل وغينقل ليها الملكيه ديال الدار وداك الشيء. المهم هي جبدات واحد الفلوس وعطاتهم للمحامي، دارتهم وسط الملف، زعما هذا باش يسربي القضيه، باش زعما بلا ما يبقى يسول بزاف المحامي بلا هادي. نتوما كتعرفوا هذا الشيء هذا راه جاري به العام. يعني المحامي شد الفلوس وهو يكاموفلي عليهم، قال لهم الملف ديالكم راه بالزربه غادي يدوز ما يتعطلش. خونا شد كدا. المهم طلع هذيك الورقه ديال التنازل باش يسني باش يمضي. قالت له اجي يمضي هنايا، غادي تعرفوا في الاخر باللي هذيك الامضاء راه ماشي امضاء، راه مازال ما مضى ما حتى شي حاجه. المهم قال لها باللي انت الحبيبه ديالي وباللي كدا وباللي كدا وباللي كاع علاقتنا دازت واحد المده طويله، عرفت باللي انت واحد الانسانه خائنه، يعني غيحيد النظر وغيقول لها كيفاش عطاتك الضمير ديالك، كيفاش خلاك الضمير ديالك تخونيني هاد المده كامله ومع من مع اعز يعني الناس المقربين ليا اللي هو الاخ ديالو. يعني شوف كيفاش قال له انت كتشوف، قال له انا كنشوف، كنشوفوا الخيانه ديالكم اللي شفتها على عيني وشفتكم شنو كديروا يعني من مورايا، وانا درت راسي عمى والطبيبه حتى هي راه شافتني وكذا وعرفت كلشي داكشي اللي وقع في السبيطار وكذا. يعني هذا الشيء هذا انت ما كتستحقوا حتى شي حاجه، وهذا الشيء كامل راه مصور صوت وصوره. يعني جاب له واحد الكاميرا صغيره قال هذا الشيء كامل مصور صوت وصوره. دابا انت اللي غديري التنازل على الطلاق ديالك باللي ما كتسالي على الضف خبزه، يعني غتخرجي هازه يدك. يعني هو المحامي اصلا جايب اوراق اخرين ديال الطلاق باللي غادي يرفع عليها دعوه ديال الطلاق، وباللي كتب ليها في ديك الامضاء كتب ليها باللي انت خائنه. بارطاجوا المتابعه الاخوان للمزيد من القصص فيها عبث. واش الدعم ديالنا الاخوان؟ الدعم ما يكونش روبوتي، المهم الدعم يكون حقيقي.